وصفتنا النهارده هي الحلاوة الطحينية، هنعملها بطريقة بسيطة وكمان مكونات موجودة في كل بيت ونتيجتها حلوة قوي، أحلى كتير من اللي بنشتريها. شايفين قد إيه شكلها حلو ولونها حلو، قوامها متماسك مش بتفك أبدا، شايفين من جوه مرملة إزاي وناعمة قوي، طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. أول حاجة معايا كوباية من اللبن البودرة وعليهم كوباية من السكر البودرة وكوباية من الطحينة، يعني المقادير بتاعتنا كوباية من كل حاجة، من الطحينة والسمسم واللبن البودرة. هقلبهم كده كويس قوي مع بعض، اختلطوا كويس مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الفانيليا، وهنفضل نقلب 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 فيهم كويس قوي. هتبقى عامله زي الرمل المبلوله كده، وكل ما تقلبي كويس وتبقى متجانسه كل ما هتكون نتيجه احسن. واول ما امسكها والاقيها بتتشكل كده في ايدي، خلاص هي بقت ماسكه والخليط كله بقى متجانس. هنجيب بقى علبه تلاجة او اي علبه من عندك تحط فيها مكسرات، لو انت عايزه تعمليها بالمكسرات اي نوع مكسرات. انا هنا حطيت لوز، تقدري تحطي فستق حلبي بيبقى طعمها حلو قوي برده، ممكن ما تحطيش خالص، ممكن تحطي سوداني طعمها حلو من غير اي مكسرات. هنزل كده بالحلاوه بتاعتي ونبدا نضغط فيها كويس قوي، لازم نضغط كويس قوي علشان تبقى متماسكه، وبعد كده هغطيها واسيبها في التلاجة لمده ساعتين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ قوامها حلو جدا، مرمله جدا، احلى كتير من نشتريها من بره، متماسكه مش هتفك منك ابدا، بجد مش هتبطلي تعمليها في البيت، وسهله خالص مش بتاخد وقت. قد ايه هي مرمله، شايفين قد ايه مرمله وشكلها حلو، ما فكتش علشان احنا كنا ضاغطين عليها كويس، كمان سيبناها في التلاجة تماسك. شايفين شكلها حلو قوي، هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.